400 سنة مضت على تشييد قلعة الفيقين في ولاية منح لتقف شامخة دالة على عمق وعراقة التاريخ في هذه الولاية، متوسطة حارة قديمة تحفها بساتين النخيل. بنيت سنة 1027 للهجرة، 1027 للهجرة، أي في آخر عصور النباهنة. وقد اشترك في بنائها عمال مهرة ومهندسون منهم أولاد سرور، وهؤلاء ينتمون إلى قبيلة البوسعيد، ومتخصصون في هذا الفن المعماري العريق الذي يزخر بهذا الطراز الضخم. براعة العمانيين في فن العمارة وهندسة القلاع والتحصينات الدفاعية من السمات التي انفردت بها هذه القلعة، التي تتكون من 5 طوابق وبرجين برزت من خلالهما جماليات الفن المعماري البديع. هذه القلعة تمثل لهم تحصينا كبيرا، فهي بحد ذاتها قلعة حربية فيها المساقط وفيها الفتحات، وأهل هذه القرية في أمان. بالنسبة للبعد السياحي، نرى حقيقة أفواجا من السياح يتوافدون صباح مساء للاطلاع على مكنون هذه القلعة وأسرارها، حيث فيها طبعا بير يعني يتصل بجميع الأقسام. القلعة التي قامت وزارة التراث والثقافة بترميمها منذ أكثر من 20 عاما تشكل اليوم محطة للباحثين في التاريخ والتراث العماني ووجهة سياحية لزوار المحافظة، وتقف صامدة تحكي للأجيال المتعاقبة تاريخا زاخرا وحضارة عمانية موغلة. إلى جانب قلعة الفيقين تزخر ولاية منح بمعالم تاريخية أخرى، لعل من أبرزها حارة البلاد التي تخضع لمشروع ترميم حاليا. سعيد بن ذيب الهنائي من محافظة الداخلية، ولاية منح.